بص يا معلم، قبل ما تقول يلا عافر علشان ال 4000 ساعة مشاهدة، لازم تعرف حقيقة وهم الكورسات العربية النصابة للربح من الانترنت. علشان كده لازم تقف وتفكر شوية بعقلانية في السؤال اللي الناس كتير جدا بتطرحه، وهل هو اليوتيوب اشتغالة ولا حاجة حقيقية؟ فلو فاكر انك هتعمل فلوس كتير جدا من اعلانات يوتيوب، للاسف انت كده بتبيع ميه في حاره السقايين. النهارده هنكشف لك عن اكبر مقلب شربته في التسويق بالعموله، وايه هو سر الاي اي اللي يخلي عيل عنده 15 سنه في امريكا يعمل الاف الدولارات في الشهر الواحد وهو حاطط رجل على رجل. وهنقول لك كمان ليه الافلييت التقليدي مات، وهديك زيتونه الربح من الانترنت اللي هو الافلييت الذكي هايبر بيرسوناليزيشن اللي هيعمل لك ثوره توماتيكي. شد الحزام عشان اللي جاي تقيل، والنقل التقيل يلزم اليمين. بعد الفاصل قهوتك وحصلني. حضرتك قاعد تنزل لينكات افليت في كل حته، في جروبات الفيس وفي التعليقات كمان، لحد ما بتخبط في حيطه سد. ساعتها بتعرف انك وقعت في مشكله رفض اعلانات الافليت في فيسبوك وجوجل. وفي الاخر شوف بعت كم منتج كده بالفكه، ده لو بعت اصلا. طب ليه؟ لانك شغال بطريقه كلاسيكيه قديمه. فساعتها هتلاقي نفسك بتقول هو ليه امازون افليت ما بقاش بياكل عيش؟ وده ببساطه لان الكل بقى بيعمل نفس اللي حضرتك بتعمله، كوبي بيست بالظبط. علشان كده هتلاقي البعض بيسأل ليه التسويق بالعمولة على تيك توك بقى صعب؟ طبعا لان الزبون بقى اذكى منك ومني ومن كل يوتيوبر بيطلع يقول للناس اضغط على اللينك في الوصف، علشان تكتشف انك تعبت من الربح بالفكة ومحتاج دولارات حقيقية. صح كلامي ولا لا؟ هنا بقى يا معلم هوريك الفرق بين التسويق التقليدي الفاشل والافلييت الذكي اللي مفيش حد بيجيب سيرته خالص. جوه كواليس كورسات امريكا اللي بتتباع بالاف الدولارات في كلمه سر واحده بتتردد عن مجال التسويق بالعموله، وهي التخصيص الرهيب او هايبر بيرسوناليزيشن. معناه ايه يا استخبص؟ يعني بدل ما حضرتك تبعت للناس كلها نفس اللينك، لا، هيجي الاي اي يحلل اهتمامات وسلوك كل بني ادم. يعني مثلا لو شخص كان بيدور على كاميرا رخيصه، ساعتها الروبوت بتاعك مش هيديله اي لينك والسلام، لا، هيديله الكاميرا اللي تناسب ميزانيته بالظبط، زي ما يكون قرأ افكاره بالملي. وده اللي خلى تقارير السيلز فورس لسنه 2025 تقول ان ده افضل طرق الربح من الانترنت 2025. هنا يا معلم انت بتحترف بيع منتجات الهاي تيكت اللي الكوميشن فيها عالي جدا وبيوصل ل $500. طبعا الزبون وقتها بيحس ان انت بتقدم له حل شخصي مش بتبيع له حاجه. هتقول لي طبعا انا ولا عندي كمبيوتر ولا بعرف اعمل السيلز فانل. اخوك ابيض، هقول لك عيب عليك، احنا داخلين على 2026. انت كل اللي محتاجه موبايلك بس وشويه حبشتكنات كده. الخطوه الاولى اختار نيش تخصص غالي قوي زي العقارات الرقميه او ادوات الاي اي المدفوعه. تاني خطوه استخدم ادوات ذكاء اصطناعي مجانيه عشان تعمل بيها سيلز فانل، مثلا زي كاستم جي بي تي اللي ممكن تعمل بيها شات بوت صغير. طب وظيفته ايه ده؟ دوره انه بيدردش مع الناس اللي بتضغط على اللينك بتاعك من اي فيديو قصير بتنزله واللي بيعتبر فيه البهاريس كلها. بعد كده هو هيحلل اهتماماتهم. طب هتسالني برضك وتقول لي ازاي يخلي الاي اي يحلل اهتمامات الزبون لوحده وكمان يرشح لهم المنتج بالظبط؟ هقول لك دي طريقه ربط شات جي بي تي بموقع افيليت لزياده المبيعات اللي هتخلي منتجاتك تتباع لوحدها اوتوماتيكي. وهنا بقى يا معلم لو فاكر انك بذكائك الفطري هتقدر تعرف الزبون بيحب انه منتج وانه منتج هو عايزه، تبقى غلطان بدرجه وزير، لان ده دور ادوات زي الريل مايند او كاستم جي بي تي. العلم بيقول ان الاي اي بيحلل البيانات السلوكيه في اجزاء صغيره جدا من الثانيه. علشان كده انت محتاج توصيات ذكيه تخلي الناس تشتري منتجاتك من غير ما تحس انه اعلان متلغم بالمنتجات، وده اللي بدوره هيخلي نسبه التحويل عاليه جدا وكمان الارباح هتتضاعف. فبدل ما تضيع وقتك في الربح من مشاهدة الإعلانات اللي لسه ناس كتير جدا مننا بتسرش في جوجل وتكتب حقيقة الربح من مشاهدة الإعلانات، أقول لك بكل ثقة إن دي أكبر كذبة في التاريخ. علشان كده لازم تستثمر وقتك في إنك تفهم إزاي تخلي الروبوت يبيع بدالك، باعتبار إن ده افضل بديل اعلانات فيسبوك الغاليه في 2025 اللي لسه خلصانه واللي محدش من البشريه كلها هيقول لك عليه.
لو لسه بتقول انا خايف المستقبل يضيع مني والذكاء الاصطناعي ياخد مكاني، يبقى لازم حضرتك تبدا من دلوقتي. استخبص مش جاي بالك اوهام، احنا بنجيب لك خلاصه الخلاصه من المصادر الاجنبيه الموثوقه. لو بتسال ازاي اجيب ترافيك من امريكا واوروبا وانا في مصر، او ازاي اسبق الكل وابدا افليت ذكي وانا لسه مبتدئ، يبقى استنى الحلقات الجايه. سلام يا ابطال.